أهلا بيكم في مسلسلنا الجديد. بيبدأ مسلسلنا بسولي وهي في المستشفى وبتعرفها الدكتورة إنها طلعت حامل في توأم. بتتصدم سولي خصوصا لما الدكتورة بتعرفها إنها لازم تبلغ أهلها لأنها لسه طالبة في الثانوي. بتتعب سولي وبتقول لها أرجوكي لأ، لو عرفوا هيموتوني. وبتفتكر لما والدتها فضلت تهزقها علشان تجيب فلوس بأي طريقة، ولما بتقول لها سولي إنها معهاش فلوس وبتطلب منها إنها تدفع لها مصاريف المدرسة، بتقول لها الأم منين؟ معيش فلوس، كده هتقعدي من المدرسة خالص، اتصرفي وهاتي فلوس بأي طريقة لينا كلنا. وفي نفس الوقت بيقول الأخ المدلل لسولي لأمه إنه عايز موبايل جديد، وفورا بتقول له عيني يا حبيبي حالا هشتري لك واحد. وبتعامل سولي بطريقة وحشة عنه. وبتروح سولي فندق كبير ملك عائلة سو، ولسه هتسأل حارس الأمن على شغل بيزقها لأن شكلها صغير وفقير. وبيكون ده وقت وصول صاحب الفندق ومساعده شانج، اللي بيطرد حارس الأمن فورا بسبب تعامله بطريقة وحشة مع الناس. وفي الملهى الليلي اللي جوه الفندق بيجيب المساعد لشانج مجموعة من البنات، وبيقوله يختار واحدة منهم علشان يعمل معاها علاقة. بيرفض شينج فبيقول للمساعد ان البنات دي كلهم كويسين، فبيقول لشينج ان مفيش ولا واحدة فيهم عاجباه. فبييأس المساعد منه وبيمشي البنات، وبيقول له طب اعمل لك ايه وايه نوعك المفضل وانا اجيبهولك. ساعتها بتعدي سولي من قدامه وبيبص لها شينج باعجاب وبياخد المساعد باله، فبيمسك مشروب شينج وبيحط له منشط فيه وبيخليه يشربه، وبيحس شينج انه دايخ وبيعرف ان المساعد خدره. فبيقول له مساعد معلش بقى غصب عني دي اوامر والدتك. وعند سولي بيجبرها مجموعة سكرانين انها تشرب بالعافية، فبتشرب وبتهرب منهم بالعافية، لكن المساعد بيمسكها وبيحبسها مع شينج اللي بيكون المنشط عمل مفعوله. وبيقرب من سولي وهي سكرانة شوية ومش بتقدر تقاومه، بس بتقوله بخوف انها لسه صغيرة وطالبة. قالها ما تخافيش مش هخليكي تحملي. وبيعمل معاها علاقة، بترجع سولي للواقع وهي مصدومة انها طلعت حامل. وبتخبط في المساعد في المستشفى بالصدفة، فبيشوفها وبيقولها مش انتي اللي كنتي مع السيد شانج؟ بتعملي ايه هنا؟ خافت لا يعرف بحملها وجريت بسرعة من قدامه. فبيكلم المستشفى وبيطلب منهم انهم يعرفوله هي كانت جاية تعمل ايه هنا. بعدها بيروح البيت لشانج وهو فرحان، وبيعرف الأم وشانج ان سوري طلعت حامل منه. وبتفرح الأم جدا بس شانج مش بيصدق، وبيقوله ازاي انت عارف ان عيلة سو عندها مشكلة في الخلفة. بيقوله المساعد بس الحمل حصل، وبيديله التحاليل وبيقوله اتأكد بنفسك. وبيفتكر شينج لما عمل علاقة مع سولي وقال لها عايزة كام، وقالت له على المبلغ اللي عايزاه واداهولها وزيادة. وبيرجع للواقع ومساعد بيقوله انه هيروح ويجيب سولي علشان تكون معاه هي والطفل. وبتوافق الأم وبتقول انهم مش لازم يسيبوا ابنهم بره. بيوقفوا شينج وبيقوله استنى، احنا هناخد منها ولادي بالفلوس. قاله ازاي طب وهي مش بتحبها؟ قاله لا مستحيل احب واحدة قبلت تاخد فلوس مني مقابل ليلة معايا، انا مش هعمل لها. وبنروح بقى لسولي اللي بتروح بيتها، وبتسمع امها بتقول انها هتجوزها واحد عجوز واعمى علشان يديهم فلوس. بتعترض سولي على كلامها وبتقولها مستحيل، لكن الام بتصمم. فبتضطر سولي تقولها انها حامل وعملت علاقة مع واحد. فبتضربها الأم بغيظ وبتقول لها ضيعتي علينا الفلوس، اللي في بطنك ده لازم ينزل. بتقول لهم مستحيل ده ابني، لكن أخوها بيقول لها أنا هسقطك بنفسي علشان تتجوزي العريس الغني. وبيفضل يضرب فيها فبتتعب سولي منه وبتزقه بعيد عنها. بيتغاظ منها وبيقول لها أنا هوريكي. وبنرجع لشينج اللي بيجيله أمن الفندق، وبيديله الفلوس والفيزا اللي كان اداهم لسولي. وبيقولوا له انهم لقوها في اوضته، وان الانسه اللي كانت معاه قالت انهم بتوعه ورفضت تاخدهم. بيتصدم شينج وبيعرف انها طلبت منه 500 ألف بس، وده علشان رسومها الدراسية. ولما اداها مبلغ اكتر خدت الفلوس المدرسة ورجعت الباقي كله، ما خدتش حاجة ليها ولا لعيلتها. فبيعرف انه ظلمها وبيجري علشان يروح لها. ساعتها بترمي الام سولي بره وبتقول قدام الناس كلها في الشارع ان سولي حامل من واحد غريب وانها لسه صغيرة. وبيقول لها الاخ بحقد انك لازم تنزلي اللي في بطنك. وبيفضل هو والام يضربوا فيها، وكل سكان الحي موافقين على اللي بيعملوه لان سولي كده بوظت سمعة وتقاليد العيلة. وبعد مدة بيوصل شينج اخيرا وبيدخل عليهم هو ورجالته. وبيتصدم الأخ لما بيشوفه وبيقوله مش معقول الرئيس شينج بنفسه عندنا هنا في الحي الفقير، بتعمل ايه هنا؟ ولما بيبص شينج لسولي بيقوله معلش بقى دي أختي وغلطت مع واحد وحمل منه، واحنا بنربيها وبنحاول ننزل الجنين. بصله شينج بغيظ
وبتفرح سولي إنها شافته وبيبقى عندها أمل إنه ينقذها منهم. وبيجي الأخ علشان يكمل ضرب فيها، بيوقفوا شينج والمساعد وبيحموها منهم. وبيقول لها المساعد إن السيد شينج جه علشان ياخدها معاه بيته. بيتصدم الأخ والأم وبيقولوا إزاي يعني الطفل ده طفلك؟ بيخاف الأخ وبيقوله دي أختي وأنا كنت بهزر معاها، علاقتنا أصلا كويسة جدا. بيقوله شينج أنا عايزك تردلي الفلوس اللي سولي خدتها مني وقدها 1000 مرة، وانت اللي هتسدد الفلوس دي انت ووالدتك. وبياخد سولي وبيمشي بعد ما بيطمنها انه هيكون جنبها، وبيوصي رجالته على عيلتها وبيضربوهم زي ما عملوا معاها. وفي المستشفى بيعرفها شينج ان الاطفال دول ولاده، وانها هتيجي معاه وتعيش في بيته وهو يهتم بكل حاجة تخصها. فبتقوله بس انا مش عايزة الطفل دوت لاني لسه صغيرة وطالبة. قالها بس انا عايزهم وهتحمل مسؤوليتهم. وفعلا بياخدها بيته وبتبقى مبهورة بكل حاجة فيه. وبيوصي الخدم انهم يهتموا بطلباتها. وبتقوله امه ان سولي بنت فقيرة وغلبانة وانه يعملها كويس لانها تستحق ده. وبتقوله بس انا خايفة من امها لا تعمل حاجة تأذيها. قالها ما تخافيش، مش هسمح لحد انه يؤذيها ابدا. وبتعاملها مامة شينج بحنية. وبتقولها انها مبسوطة لان اخيرا هيجي طفل يكمل سلالة عيلة سو. وبياخدوها علشان يشتروا كل اللي ناقصها رغم اعتراضها، بس بيصمموا. وبيودوها مول كبير بتنبهر سولي بيه. وبتقول في نفسها شكله غالي، هشتري الحاجات اللي ناقصاني بس. وبتبقى مكسوفة جدا، بس ام شينج مش بتوافق وحرفيا بتشتري لها المول كله. وبتبقى الفاتورة من الباب للباب. بتتنح سولي وبتقول بس ده كتير قوي. قالت لها عادي، ده شينج هو اللي هيدفع. وبتتحرك سولي وبتبصله بكسوف وهي بتشكره. ومن بعدها لما بتروح المدرسة البنات اللي معاها بيحقدوا عليها وبيغيروا منها، وبيستغربوا انها اتغيرت وبقت تلبس كل يوم هدوم جديدة وغالية. فبيروحوا عندها وبيبدأوا انهم يضايقوها ويتنمروا عليها. بتحاول سولي تبعد عنهم بس مش بيسيبوها في حالها. وبتقول لها واحدة منهم غريبة يعني، كنتي بتيجي بنفس الفستان كل يوم وباين عليكي الفقر، بس دلوقتي اتغيرتي خالص وبقيتي تلبسي لبس جديد. يا اما واحد فقير اللي كان هيجيبهولك تقليد للماركات. بتقولها التانية لأ، ده شكله ماركة وأصلي. فبتقولي يبقى مفيش غير انك وقعتي واحد عجوز في حبك وهو اللي بيصرف عليكي. بتتضايق سولي منها وبتقولها دي حياتي وما تخصش حد، ولو حاولتي تشهري بيا في المدرسة انا هشتكيكي. بتضحك الطالبة على كلامها وبتقولها يبقى فعلا ده حصل، انك وقعتي واحد عجوز وخدتي فلوسه، وانك مجرد بتقضي ليلة معاه. بتتعب سولي من كلامهم وبترجع قدامهم. بيستغربوا. بتقولها واحدة منهم انتي ايه حكايتك بقى؟ بقالك فترة تعبانة على طول، شكلك حامل من الراجل العجوز بتاعك. بيفضلوا يضحكوا عليها وبيحاولوا يقطعوا هدومها الغالية. بتقولها واحدة منهم يا ترى بقى الراجل العجوز وعدك لما تولدي ياخد الطفل ويديكي مكانه فلوس؟ بتجيب سولي اخرها منهم وبتهزقهم وبتمشي. بيتغاظوا منها وبيقولوا انهم لازم ينتقموا منها. وبتخرج سولي برا المدرسة وهي حزينة ومهمومة. وبيجيلها شينج وبيسألها لو في حد اتنمر عليها أو زعلها. بتنكر وبتقوله لأ، أنا تعبانة شوية من الحمل. قالها طب اقعدي في البيت وأجلي دراستك لحد ما تولدي. بتتضايق من كلامه وبتقوله لأ طبعا أهم حاجة عندي دراستي. وبتعيط وبتقوله انت السبب، لولاك كان زماني كويسة في مدرستي، بس أنا حامل بسببك انت، وانت مش فارق معاك غير ابنك. وبتبقى مضغوطة جدا من اللي بيحصل لها. بيزعل شينج علشانها وبيهديها وبيقولها انا اسف، خدي القرار اللي انت عايزاه وانا هفضل جنبك وادعمك. بتهدى شوية من كلامه وبتقوله انا اللي اسفة، انت عندك حق، انا شكلي لازم اسيب المدرسة لاني تعبانة ومش هقدر ادرس وانا حامل. قال لها لأ، كملي دراستك وانا هفضل جنبك. وبيحضنها بحنية وبيهديها. وبتنشر الطالبة المتنمرة جيرو من تليفونها صور لسولي، وبتكتب فيها انها تعرضت للاغتصاب، وانها حاليا عارفة راجل عجوز علشان يصرف عليها وتاخد فلوسه. وبتنشر الكلام دوت على جروب المدرسة وبيشوفوا كل الطلبة، وسولي بتشوفه وما بتكونش عارفة تعمل ايه. بتتصل على جيرو وبتقولها ايه اللي بتعملي ده؟ بتقولها عايزة انتقم منك في حاجة، وكمان بعت الموقع لأمك وأخوكي علشان يشوفوا المنشور. بتقولها سولي بعصبية لما مسحتيش المنشور حالا هرفع عليكي قضية. بتضحك جيرو بشر وبتقفل في وشها. بتتصل الأم على سولي. بترد سولي عليها بخوف وبتهزقها الأم، وبتسألها لو اللي منشور على النت حقيقي وإنها تعرف راجل عجوز بيصرف عليها وعايشة معاه. بتقولها أكيد لأ، أنا فعلا معيش أي فلوس. بتقولها الأم بطمع انتي كدابة،
انا ما يفرقش معايا غير الفلوس، لو ما بعتيش حالا فلوس من اللي معاكي هفضحك. انا واقفه قدام بيتك دلوقتي، هدخل وهعمل لك مشاكل وهفتح بث مباشر من قدام البيت واعرف الكل مكانك وافضحك في مدرستك. بتخاف سولي وبتقفل معاها وهي مش عارفه تعمل ايه ولا تجيب فلوس منين، وبتبقى خايفه لا تعمل مشاكل لشانج بعد ما وقف جنبها وساعدها. فبتفتكر لما اداها كارت فيه فلوس كتير وقال لها تخلي معاها وتصرف منه لو احتاجت حاجة، فبتروح وبتاخد الكارت وهي مترددة لأنها مش عايزة تاخد فلوس من حد بس مضطرة. وفعلا بتحول لأمها مبلغ، بتشوف الأم المبلغ بس علشان طمعها ما بيكفيهاش، وبتتصل بيها تاني وبتقولها ايه المبلغ الصغير ده، انا عايزة مليون وان، وإلا مش هسكت وهدخل بيتك وأعملك مشاكل قدامك لحد بكرة، اتصرفي وابعتيه أحسن لك. وعندي شانج بيقعد مع المساعد وبيوريه الإسوار الهدية اللي جابها لسولي علشان يقرب منها أكتر لأنه حبها، وبيروح البيت وبيبوسها بحب وبيقولها انه عايزها وبيقرب منها، بس هي بتوقفه وبتبقى متوترة وبتقوله والدتي اتصلت بيا النهاردة وطلبت مني اني احول لها مليون وان، والا هتحكي قصتي للناس كلها وتفضحني وانا لسه صغيرة وحامل. وبتعيط وبتقوله ان كمان زميلتها جيرو نشرت منشور وحش عنها في المدرسة وانها بتتعرض للتنمر وتعبت من كده. بياخدها في حضنه وبيهديها وبيقولها ما تقلقيش، محدش يقدر يأذيكي ولا يتنمر عليكي طول ما انا جنبك. بتقوله بس انت ذنبك ايه، انت معايا بس علشان ابنك، انما مفروض تكون جنب البنت اللي بتحبها. ضحك بحنية وقال لها بس انا مفيش في قلبي غيرك ولا اعرف حد تاني حتى، وعايز افضل جنبك، اهدي وانا هحل كل حاجة. بترتاح وبتطمن بعد كلامه ليها. بعدها بيجمع شانج 2 من رجالته وبيحكي لهم اللي حصل، فبيقولوا له الناس دي لازم تتربى علشان يحرموا يضايقوا سولي تاني، انت عايز تعمل فيهم ايه واحنا تحت امرك. فكر شوية وقال لهم اتصرفوا انتوا فيهم، المهم ان محدش فيهم يموت. قالوا له سيب الموضوع علينا، وفعلا بيخطفوا ام واخو سولي والثلاث بنات اللي كانوا بيتنمروا عليها، وبيقرب منهم مساعد شنج الاول وبتترعب الام منه وهو ماسك لهم السكينة وبيقول لها انت بقى ام سولي صح؟ بتقول له اه انا امها، يعني عمري ما هاذيها ولا هزعلها ابدا. اللي سمعته كده. قال لها غريبة، امال ايه حكاية المليون دي؟ بتقوله بخوف انا قلت كده بس ما خدتش منها حاجة، حتى ال20,000 اللي خدتهم رجعتهم تاني. وبتعيط برعب وبتقوله ارجوك سيبني امشي، دي بنتي وانا ما عملتش فيها حاجة. بيقولها محدش اصلا يستجري يزعل مرات الرئيس شينج، ودي علامة ليكي بس علشان ما تفكريش تقربا منها تاني. وبيعورها في وشها فبيغمى عليها، وبيروح للأخ المرعوب بعد ما شاف اللي حصل لأمه. بيقولها على فكرة أنا وأختي علاقتنا كويسة جدا حتى أسألها. قال له بطريقة ما أنا عارف أنت هتقولي، وبيضربه في رجله وبيعجزه. وبيقول لمساعد التاني يشيلهم ويرميهم بره ويجيب له البنات. بيجيب له ال3 بنات المتنمرين، فبيمسك جيرو من شعرها وبيقول لها بقى انت بقى زعيمة العصابة اللي نشرتي البوست وشهرتي بيها، وبيديها لزميله بيقول له انتقم منها. بتقول له واحدة انا ماليش دعوة، انا ما اتنمرتش على سولي خالص. وبتقول له التانية انا كمان ما اتنمرتش عليها. قال لهم بس اللي عرفوا انكم متورطين في التنمر عليها وبتضايقوها. قالوا له ابدا، دي جيرو هي اللي نشرت البوست وبتضايقها، انما احنا ملناش دعوة. قال لهم كويس انا خلصت اصلا شغلي معاكم. هو بيقول لرجالته البنات الحلوة دي ليكم استمتعوا بيهم، وبيسيب البنات معاهم وبيمشي. وبيرجع المساعد لشينج وبيقول له ما تقلقش الرجالة اهتموا بكل حاجة. بتدخل سولي عليه فبيعرفها بالمساعد وبيقول لها انه زي اخوه. بيبتسم المساعد وبيقول لها انها جميلة وان شينج ليه حق يكون مهووس بيها ويعمل اي حاجة علشانها. وبيسيبهم وبيمشي وبتعتذر سولي من شينج وبتقوله انها كانت جبانة ومفروض كانت تواجه مشاكلها بدل ما تهرب منها. بيقول لها تعالي معايا هاخدك مكان، وبياخدها المكان اللي حابس فيه امها واخوها والمتنمرين، وبيقعدها زي الملكة قدامهم. واول ما بتشوف منظرهم معدتها بتقلب على طول، فبيبعدوهم عنها وبيوقفوهم وبيجيبوا الام قدامها وبيفضل المساعد يضرب فيها ويزعق لها. فبتترجى الام سولي انها تخليهم يسيبوها تمشي، وبتقولها انا امك ارجوكي خليهم يسيبوني امشي، واوعدك هرجعلك كل الفلوس اللي خدتها منك ومش هقرب ناحيتك تاني. بتفكر سولي وبتقول لشينجي يسيب الكل يمشي، بس قبلها بتقول لهم بقوة انا هسيبكم تمشي، بس انسوا سولي القديمة، لو حد قرب مني تاني مش هسكت. وبتقول لأمها انا مش هسمحلك تستغليني تاني ابدا.
ولما بيصدقوا بيهربوا بسرعة من المكان. وبيعرفها شينج إنه جمد كل ممتلكات عيلة جيرو وخلاهم يخسروا كل فلوسهم. وبعد شهرين بيجي المساعد لشينج وبيقوله كان عندك حق، أم سولي طلعت ملهاش أي علاقة دم بيها وما طلعتش أمها الحقيقية زي ما كنت شاكك. بيشكر المساعد وبياخد التحاليل وبيروح البيت. بيلاقي سولي مستنياه وهي فرحانة وبتقوله شوفي الكيك اللي حضرتهولك. قال لها في موضوع مهم عايز أكلمك فيه. فبتقلق وبتقوله في ايه قلقتني. بتديها تحاليل الدي ان ايه وبتشوفها وبتتصدم وبتقوله ازاي يعني الناس اللي عشت معاهم 20 سنة طلعوا مش اهلي وكانوا بيعذبوني كل الفترة دي وانا معرفش. قال لها انا برضو شكيت فيهم لان مفيش ام بتعامل بنتها كده. بتقوله طالما كده بقى انا عايزة اعرف مين اهلي الحقيقيين. بنروح لاخو شينج وهو بيعامل امه بكل قسوة وبيرمي الاكل في وشها. بيقول لها انتي السبب، لو ما كنتيش بتتنمري على اختي كان زماني عايش معاها في العز اللي هي فيه. بتقول له وانا ذنبي ايه يعني. وبتكون حالتهم المادية اتدهورت بعد ما سولي سابتهم لان هي اللي كانت بتصرف عليهم. بيجي لها مساعد شينج ورجالته وبيهدد الام وبيقول لها لو ما قلتيش مين اهل سولي الحقيقيين هاذيكي. بتقول له دي بنتي انا امها. قال لها انا عارف الحقيقة بقولك مين اهلها. بتحكي له على الحقيقة بعد ما خافت منه. بعدها بتروح سولي لشينج وبتسأله لو عارف حاجة. بيتوتر وبيقول لها عايزك تهدي وبيقعدها وبيديها ملف فيه اسمه ومعلومات عن والدها ووالدتها الحقيقيين. بتقول له هما لسه عايشين. بيقولها بكل أسف لا ماتوا. أمك ماتت بعد ما والدتك والست اللي كانت عاملة أمك خطفتك منها واختفت بيكي. بعدها أمك ماتت وهي محصورة وبعدها ب5 سنين أبوكي مات في حادثة. بتنهار سولي وبيغمى عليها. ولما بيجي الدكتور بيعرف شينج ان هي والطفل بخير بس هي عندها صدمة عصبية. ولما بتفوق وهي بتعيط بيفضل شينج جنبها هو وأمه. بتقول لها والدة شينج انها تعتبرها أمها الحقيقية. بتفرح سولي بكلامها وبتناديها بماما. وبتقول لهم انها عايزة تزور قبر عيلتها الحقيقية. بيوافق شينج وبيقول لها اي حاجة انت عايزاها انا هنفذها لك. بتبصله بحب وامتنان وبتشكره. وفعلا بيروح معاها هناك وبتعيط وهي بتقول لهم انهم ما يقلقوش عليها وانها خلاص ما بقتش لوحدها وانها بقى عندها عيلة بتحبها وابنها اللي جاي في الطريق وانهم يطمنوا لان عيلتها معاها. وبيوعدها شينج انه هيجيبها كل سنة علشان تزورهم. بتعيط وبتقوله كل حاجة حصلت بسبب الست دي لازم تتعاقب على اللي عملته. وبتقوله في خطة عايزاك تنفذها معايا. بيقولها اكيد. وبياخدها وبيروحوا عند امها مزيفة. واول ما بتشوفها الام بتجي عليها وبتقولها بقى تبعيني بعد كل ده. طب حتى لو ما كنتش امك الحقيقية مش انا امك اللي ربتك. وبيتكلم اخوها وبيقولها يعني احنا ربيناكي وصرفنا عليكي اكل وشرب وتعليم وفي الاخر بتتبري منا. ضحكت بسخرية وقالت له صرفت على مين. اكل وشرب وكنتوا بتنيموني على الارض ولو على تعليمي فمحدش ساعدني بجنيه. فقال لها ولو احنا برضو عيلتك مش كفاية رجلي اللي ما بقتش امشي بيها بسببك. بيضربوا المساعد وبيسكتوا. فبتقوله انتم عيلتي صح وانتم برضو اللي سرقتوني من المستشفى وقتلتي ابويا. جه الوقت علشان نصفي حسابنا. بتخاف الام وبتقولها بصي للجانب الايجابي. انا ربيتك وكبرتك وعلمتك كمان. بتقولها لو ما كنتيش سرقتيني كنت هتربى برضو بس في حضن اهلي وابويا اللي موتيه. بيقولها الاخ انا ماليش دعوة انا ما عملتش حاجة. قالت له انا هنتقم منكم انتم الاتنين. وبيديها المساعد السكينة علشان تقتلهم بنفسها. بس سولي بتخاف فبيوقفها شانج وبيقولها انهم ما يستاهلوش وانهم هيسلموهم للشرطة علشان ياخدوا جزاتهم وبتهمة الاتجار بالبشر. وفعلا بيسلموهم للشرطة وبتخلص منهم اخيرا. بيعدي كام شهر وبيكون شانج في اجتماع وبيتصلوا بيه وبيعرفوه ان سولي بتولد. بيروح المستشفى بسرعة وبيفضل الكل قلقان لحد ما بتولد وبتجيب توأم. وبتشكر الأم مساعد لأن هو اللي عرفهم على سولي. قال لها هي جت بالحظ كده وكله من أفكارك. بتضحك بفرحة وهي فرحانة بأحفادها. وبتفوق سولي وبيفضل شينج جنبها. وبيقرر انه يسمي الأولاد على أسامي والدها ووالدتها. فبتفرح سولي جدا وبتحس ان ربنا عوضها بيه. ولما بتخرج من المستشفى بتتفق معاها الأم على ميعاد علشان يعملوا فرح وشينج يتجوزها قدام الكل. بتفرح سولي وفعلا بيتمموا جوازهم وسط فرحتهم وفرحة الكل. ولحد هنا بيخلص المسلسل. اتمنى انه يكون عجبكم واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.